اتفضلي. الو. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. الو. اتفضلي يا فاطمه. ممكن اكلم دكتور صبحي لو سمحتي؟ اتفضلي. اتفضلي يا ماشي. فاطمه. بصي، انا فاطمه من كفر الشيخ. حصل لي ظروف تعب قبل كده. كنت بشوف خيالات وبشوف منامات وحشه. رحت لشيوخ كتير. شيخ قال بتشوفي لي ايه يا ده فاطمه؟ سحر وشيخ قال لي ده ماء. ايه بتشوفي ايه؟ الحاجات يا قال لي فاطمه اللي انت اعمال. بتشوفيها؟ بتشوفي ايه؟ نعم. بتشوفي ايه في المنام؟ بشوف ناس غريبه. امم بشوف ان انا بتجوز وبيعتدى عليا. بشوف ناس بتعتدى عليا. انت متزوجه ولا بشوف عازبه؟ ناس عمري في حياتي ما شفتهم اللي انا بتجوزتهم. طب انت حاجات عازبه ولا متزوجه؟ انا متزوجه. طب عندي تمام. اولاد. تمام. ماشي. رحت للشيخ قال لي ده عمل، وجالي في الوهم اللي انا عرفت مكان العمل ده كان محطوط على سكه حديد، ورحت رشيت ميه ويعني ما صحيتش من المنامات برضه في الاحلام معايا لحد الان. ورحت للشيخ تاني قال لي ده ماس، عمل لي حجاب وعمل لي حاجات كده ومش عارف. امم ما صحيتش برضه. رحت للشيخ تاني قال لي ده لبس ولازم ما اعرفش تروح للشيخ الفلاني وفي ست قالوا لي على مكان الست اللي هي عامله العمل. ورحت كل ما اعدي على الست دي لو ماشيه سليمه بتعب ما بقدرش اتحرك، مش بقدر اعمل شغل البيت، مش بقدر اعمل بضرب عيالي. من مخنوقه من امتى جوزي، ما بقالك بحبش انام تعبانه؟ معاه. من امتى يا فاطمه؟ الكلام ده من امتى؟ بقاله سنه وازيد. بقالك اكتر من سنه وبتشوفي الاشخاص ديت. عايز اعرف بس فين؟ في البيت عندك؟ الاشخاص. اه. ايوه، كنت بشوف الخيالات في الشقه. طب هل في غرفه معينه ولا في كل البيت؟ كل البيت. طب بتسمعي رقيه ولا خلاص ما فيش اي حاجه؟ بتتابع الرقيه انا وكده؟ قصدي بس عايز اعرف علاجي، عايز اعرف ده سحر او ماس. حاضر. طب شكرا يا فاطمه، واستاذ صبحي هيجاوب حضرتك. اتفضل. طيب هو غالبا يا جماعه يعني هي قالت برضو حاجه مهمه جدا، لمحه اللي هي بتقول ان في اعتداء عليها وبتشوف اشخاص شكلهم يعني ايه مش كويس. هنا ممكن احنا بنسمي الحاجه دي في حاجه اسمها مس عاشق. في حاجه اسمها ايه؟ مس عاشق. طبعا هي انا سالت سؤال برضو له دلاله. ال الاشخاص دي مكانهم فين؟ بتقول لي في البيت. يبقى كده المشكله كلها فين؟ مشكلتها في بيتها. هنشغل سوره البقره. يعني تحصن. هنشغل سوره البقره في البيت. تمام كده. احنا لازم نذكر كل حاجه بايه؟ بالقران وبالسنه، عشان بايه؟ هي برضو واضح ان هي يعني قالت ذكرت كام جمله كده بتقول ان انا مشيت ورحت الصحراء. يعني من الواضح ان هي لفت من كتير التعب. قوي. من التعب. وده فانا اتصالها ده زهق. بص يا فاطمه، انا بقول لك على الهوا كده مباشر، ما تروحيش لحد تاني. اقول لك بس حاجه ان شاء الله تعمليها. اسمعي سوره البقره، شغليها في البيت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ اقرأوا سوره البقره فان اخذها بركه وتركها حسره ولا تستطيعها البطله. يعني ايه لا تستطيعها البطله؟ يعني لا تستطيعها الصحراء. الصحراء مش هتقدر يعملوا معاها حاجه. فاسمعي سوره البقره واسمعي الرقيه الشرعيه وحصني البيت بتاعك ان شاء الله. ونعم بالله. برضو واحده بتقول لما بحلم حلم ببقى سعيده جدا. تمام. لكن لما بصحى من النوم مش بفتكر، وبحاول اعصر دماغي عصر عشان ان انا افتكر الحلم ده، مش بقدر. ده تفسيره ايه؟ هل ده طبيعي ولا انا محتاجه لدكتور نفسي؟ يعني هي بتقول لما بقوم من النوم بشوف كل الحلم مشاهد ضبابيه قدامي. تمام. ومش بقدر ان انا افتكر اللي انا شفته. تمام. بتقول وده بيتكرر معايا كتير. تمام. فهي عايزه تقول ان هي كده انسانه طبيعيه ولا هي محتاجه لدكتور نفسي وكده؟ لا مش محتاجه للدكتور ولا اي حاجه يا ست الكل. الرؤيه يا جماعه، انت بتقول انت بتقوم من النوم ما انتش فاكره اي حاجه. هنا مش رؤيه. يمكن انا وضحت في اول الحلقه ان الفرق بين الرؤيه والحلم، الرؤيه احداثها ايه؟ مرتبه وبتفتكرها كويس. بتفتكرها كانك تمام. بس في لمحه انا عايز اكد عليها بقى. في ناس كتير بتسال بتقول يا استاذ صبحي يعني احنا ما بنشوفش رؤى، زي الست اللي هي بتسال دلوقتي بتقول ده انا بقوم من النوم ما بفتكرش. تمام. طب اعمل ايه؟ انا بنصحها نصيحه على الهوا. ادعي ربنا كتير. ادعي ربنا، قول اللهم ارزقني رؤيه ايه؟ رؤيه صادقه. رؤيه صالحه. اللهم ارزقني رؤيه صادقه. ونعم بالله. للاسف يا استاذ صبحي وقت حلقتنا انتهى، والحديث مع حضرتك ممتع جدا. وباذن الله مش هيكون اخر حلقه بينا، وهنكمل عشان الساده المشاهدين بعد كده هم اللي ايه انت تفيدهم بعلم حضرتك ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، بشكر ضيفي وضيفكم النهارده استاذ صبحي غنيم مفسر الاحلام. والى لقاء اخر في حلقه قادمه ان شاء الله. كان معكم على الهواء مباشره بشرى الورداني.